جريتشار بيطلع نار. التنين الجديد قلنا وسام ابو علي، جالنا جريتشار بيطلع نار من بقه. وامام عاشور هداف الدوري المصري ب7 اهداف. الاهلي يفوز على بتروجيت بثنائيه مقابل هدف. 2-1 للنادي الاهلي مع الرأفة، جمل بالجمله وهجمات بالجمله وفرص ضائعه بالجمله في مباراه النادي الاهلي وبتروجيت. والزمالك في قمة الدوري المصري، الزمالك والإسماعيلي، نبيل عماد دونجا يؤمن فوز الزمالك بثنائية نظيفة في الدقيقة 90، يجيب الهدف الثاني عشان يخلص المباراة. ومحمود جهاد الصفقة الجديدة في أولى مباراته، رجل المباراة. أهلا بكم في حلقة جديدة في أدهم في الملاعب. لو وصلك الفيديو خش اعمل سبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول بأول، واخبط اللايك الجميل. فيلا بينا نبدأ. طيب نبدأ بالنادي الأهلي. النادي الأهلي بعد سوء نتائج وتذبذب وسوء في المستوى، وكل الناس وهاجموا الإدارة وهاجموا اللعيبة وهاجموا المدير الفني، والدنيا كانت بايظة، وتعادلوا مع بيراميدز بجدل وتحكيم و رد علينا مجلس إدارة النادي الأهلي بصفقات ولا اروع. العش وجريتشار هم الابرز، بالذات جريتشار في ثالث ماتش ساهم بحوالي 5 اهداف في 3 مباريات فقط. جريتشار في كل ماتش شارك فيه هو سجل هدف وساهم بهدف. جريتشار بيطلع نار. قلنا وسام ابو علي هالاند جديد الدوري المصري، جالنا جريتشار. النادي الاهلي يملك 2 سترايكر الافضل بل بالكاد في افريقيا. مش عايز ابالغ بس فعلا باللي بنشوفه ده، وسام ابو علي وجريتشار من افضل المهاجمين حاليا في افريقيا في نادي واحد. تبقى منافسه مشتعله جدا مع عوده وسام ابو علي، وتبقى منافسه حلوه جدا. كل واحد عايز يثبت نفسه، كل واحد يثبت التاني، كل واحد ليه ماتشات يخلصها. النادي الاهلي في عز توهج امام عاشور، هو لا، الاهلي كله متوهج. بنشوف النادي الاهلي قبل مباريات القمه داخل على غزل المحله مباراه جماهيريه، الاسماعيلي مباراه جماهيريه، الزمالك الديربي والقمه مباراه جماهيريه، الدوري المصري الايجيبشن ليج يولع يا ساده. وبيراميدز في الدقيقه 96 يحرز علي جبر الفوز لبيراميدز عشان يؤمن صداراته على الدوري المصري بفارق نقطه عن النادي الاهلي و4 عن النادي الزمالك. النادي الاهلي بصراحه ما بيسيبش الخصم، وبقاله كده حوالي ماتشين 3 من ماتش بيراميدز بالظبط ما بيديش فرصه للخصم انه يمسك الكوره. لا، استحواذ وسيطره وهيمنه، وبيفرض اسلوبه وشخصيته على اللقاء من اول دقيقه في المباراه. ده النادي الاهلي اللي جماهيره كانت عايزه تشوفه كده. ده النادي الاهلي اللي جماهيره كانت بتتمنى انه تشوفه كده. كانوا بيقولوا لا احنا اقوى نادي، احنا بافريقيا كاس عالم الانديه، عايزين. جاب بن شرقي، مضى مع تريزيجيه هيجي في نهايه الموسم، جاب جريتشار، جاب العش، عمل صفقات، حرك الدنيا. النادي الاهلي بدأ يتحرر واللعيبه بدأت تتحرر، وبقينا نشوف لا مستوى لعب كويس، خد وهات ومثلثات وبناء لعب واستحواذ و ينقصه فقط الكلين شيت اللي ما قدرش يحافظ عليه. وجون في الدقيقه في بلس 90 لبتروجيت احمد فاروق بوظ الكلين شيت على الشناوي والنادي الاهلي. ولكن المنافسه مشتعلة جدا جدا السنة دي. بنشوف نسخة قوية جدا من الايجيبشن ليج، الدوري المصري. نادي الزمالك النهاردة امام الاسماعيلي في القمة ما بين الكلاسيكو ما بين الزمالك والاسماعيلي، كلاسيكو بزمن الجميل. ايا كان النادي الاسماعيلي مش في ظروفه، مش في احسن حال، بقاله سنوات في تخبط اداري و لا، ماتشات يبقى دائما ماتشات الاهلي والاسماعيلي والزمالك الاسماعيلي من افضل المباريات والكلاسيكوهات زمن الفن الجميل في الكرة المصرية. شفنا الاسماعيلي النهارده بيحاول، شفنا ان جمهوره راضي عن ادائه.
كورة خطيرة جدًا بالهيد جات في العارضة، شُفنا إنه عايز يعمل حاجة، عايز يكسب المباراة، ولكن نادي الزمالك مصطفى شلبي بيؤكد أنه من أفضل اللعيبة، بل مش عايز أقول إنه أفضل من زيزو اللي عايز 300 مليون و100 مليون. وصل بينا الأمر إن بنقول إن مصطفى شلبي أفضل من زيزو مع جروس. زيزو مش شايف قدامه يا جماعة. في كورة اللي شاطها حسام أشرف، زيزو قلب مدافع للنادي الإسماعيلي طلعها من الجول. زيزو ما بقاش زيزو، زي حفيظ دراجي كده ما كان بيقول السيتي ما بقاش سيتي، جوارديولا ما بقاش جوارديولا، أوه لا لا لا، أوه لا لا لا، لا هو زيزو ما بقاش زيزو. وبقى واخد بقى يا جماعة، زهقنا من قصة زيزو دي. أنا ما اعرفش هو بيلعب يعني، مش شايفين واحد على واحد، مش بيعدي اسيستات، ما بيعملش خطورة، ما بيصنعش شوط على المرمى، ما بيهددش خطورة. يعني مش شايفين حاجة عدلة. لأ، اقعد ارتاح على الدكة، يمكن ترجع لعقلك كده وإيه وتبدأ تلعب. العودة اللي ما لحقش جمهور الزمالك يتهنى بيها هي عودة ناصر كوستا، ناصر ماهر بعد نزوله، مهارة حلوة وعدى ما بين الأقدام النادي الإسماعيلي، وبنشوف لمسات جمالية ليه، وهي عودة مميزة مع رجوع عبد الله السعيد. قلنا الدنيا هتمشي والزمالك هيرجع واستحواذ كورة، لأن الزمالك يفتقد لنقل الهجمة. الزمالك في البناء اللعب ونقل الهجمة من تحول من الدفاع للهجوم مفتقده في حال عدم وجود عبد الله السعيد وناصر ماهر. شفنا ده من الماتش بتاع بيراميدز. لا يا جماعة، لا 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 لا، عبد الله السعيد مش موجود في الملعب، ولا هو ولا ناصر ماهر، الزمالك ما بيقدرش يطلع بالكورة، ما بيقدرش يخرج بالكورة. ناصر ماهر لما نزل قلنا كذا كذا، ما لحقناش، موب في لقطة كده واللقطات بتتعاد لقينا طرد لناصر ماهر. عرفنا السبب ايه، ان لاعب النادي الاسماعيلي زقه، ما نعرفش ايه اللي دار ما بينهم، شتمه وايه اللي ناصر ماهر تهور وخرج على النص. اول مرة نشوفه في الكلام ده، ومد ايده عليه يعني، وخد طرد وطلع. وياتي نبيل عماد دونجا من مطالبه بركله جزاء من نادي الاسماعيلي على نبيل عماد دونجا، هو بيلعب الكره برجليه، الكره جت في ايده، قالوا ضربه جزاء. بعديها على طول، هي مش ضربه جزاء عامه يعني، بعديها على طول بقذيفه صاروخيه، صد رد صاروخ اف 16 يسكن شباك الاسماعيلي ويسكن شباك حارس المرمى احمد عادل عبد المنعم، لتصبح النتيجة 2-0 ويأمن فوزه بكلين شيت، ويبقى الثالث بفرق 3 نقاط عن النادي الأهلي و4 عن بيراميدز، ويتبقى له قبل ديربي القاهرة فاركو وبتروجيت. ختاما كان معكم أدهم شاهين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.